أنا عرفت إني هبقى مخرجة أو حابة الحكاية دي من المسرح. بس انتي محظوظة انك عرفتي الحاجة اللي بتحبيها من وانتي صغيرة وسعيتي لها. قال لي ده أنت طلعتي مخرجة شاطر، في سحر معين في العين، في ومضة معينة يا بتبقى موجودة يا لا. طول عمر شخصيتك قوية. قوتنا وإحنا صغيرين عبط، إيه اللي ضعفني؟ أنت عارفة. انك تبقي بتشتغلي وتبقي وانك تخلي بالك على ساندرا. قعدت أعيط عياط. بيجيلك اوقات to self doubt. بدليل إن أنا قاعدة كام سنة ما بعملش فيلم لأني مش قوية، مش قادرة أتخيل إن الفيلم ما يعجبش حد. بس انتي عارفة انك لازم ترجعي. كنت بحس إنها خيانة إني أعمل أي فيلم أو أي حاجة أنا مش عاجباني. دي أنا غلطانة فيها 1,000,000%، وكأني عايزة الفيلم اللي جاي يبقى آخر فيلم. بنقع بس بنرجع نقف تاني. معانا ست ناجحة جدا في مجالها وشاطرة قوي ومعروفة قوي، وعلى الجانب الشخصي جدعة جدا، بس أهم حاجة فيها إنها متواضعة جدا. ساندرا نشأت غنية عن التعريف. ده يعني دينا الكلام صراحة يعني غنية عن التعريف. عاملة إيه يا ساندرا؟ الحمد لله. عاملة مبروك على كل الحاجات. ميرسي. مبروك اللي بتعملي حاجات بتحبيها، دي أهم حاجة. ما تخيلي ابتديت وأنا عندي 40 سنة إن شاء الله أعمل 50 اللي أنا بحبه. طبعا دي أحلى حاجة. ومتحققة ومبسوطة، بقولك دي أحلى حاجة. فضلت حياتي كلها بشتغل وبعمل كويس في اللي أنا بشتغله، بس ما بحبوش. بس يعني جاوبتي. كان لازم أعدي بشقلباظات في حياتي عشان أجمع إن أنا لازم أبتدي أعمل اللي أنا بحبه. حلو، مش مهم إمتى، المهم يعني دي رسالة لوحدها إنه حد يعمل الحاجة اللي بيحبها، مش مهم في أي سن. ما ده ياخدنا بقى ليكي. أيوة. إن الواحد يعمل الحاجة اللي بيحبها. طب عايزاكي بقى نبتدي من ورا خالص. الابرينجينج، الطفولة كان شكلها إيه؟ فاكرة إيه؟ مامتك، باباكي، إيه الحاجات اللي معلمة؟ خلي بالك الطفولة تبان دلوقتي أكتر، في السن اللي أنا فيه دلوقتي تبان أكتر. يعني كل حاجة عملوها زرعوها فيا هي باينة دلوقتي أكتر. يعني وإحنا صغيرين ما بتاخديش بالك. صح. بيربوا وبيعملوا، فاهمة؟ وانتي بتأوحي وزي عيالنا كلها. ففي سن معين تبتدي ياه، دول كان قصدهم كده، ده كان يا خبر. عندهم كانوا شايفين حاجة أنا مش ده أنا شايفاها. اللي بنتقده في أمي تلاقيني بعمله. بقيت صح. أنا شبهها بجد. أوقات ببص لرجلي كل إيه ده أنا ولا هي، يعني من كتر ما انتي تبقي هي بجد. صح. وتلاقي كل اللي زرعوه تبتدي تحصديه أو تعرفيه دلوقتي. ده اللي أنا عايشة فيه دلوقتي. طفولتي لو هنتكلم في المجال يعني كنت قريب في مسرحية للعيال أصحاب السليم في المدرسة ومسرح، فطبعا هم بيقدموا حاجة كده. بنت اسمها رانيا هايلة مخرجة تعمل لهم حاجات وبتمرنهم ويطلعوا على المسرح. وقد ايه كنت بتفرج يا دينا، وكنت بشوف كل واحد ده هيبقى حاجة ولا لا، هيبقى حاجة في المجال ده ولا لا، لأني في سحر معين في العين، في ومضة معينة يا بتبقى موجودة يا لا. وكان كله هايل وكله لا، لقيت كام واحد دول هيبقوا حاجة. دول هيبقوا حاجة طبعا هو ده. لاني وافتكرت لما انا كنت على المسرح وانا عرفت اني هبقى مخرجة او حابة الحكاية دي من المسرح. مسرح المدرسة. سنة لما عرفت؟ كنا اعدادي، يعني قبلها ابتدائي. انتي بتقلدي الممثلين، بتحبي فيلم حلو بس ما بتعرفيش ده ايه. في اعدادي لما كنت بعمل مسرح المدرسة ابتديت احس هو ده اللي انا عايزة اعمله. انا عايزة الحالة دي تفضل على طول، انك تطلعي تعملي حاجة، تمثلي، تقلدي، تجيب اصحابك هنعمل كذا كذا والناس تسقف وتبقي الستار. فاهمة؟ وانا ما عملتش حاجة، انا عملت حاجة بحبها بس كان عندك احساس انك عايزة تبقي ستار؟ لا، دي ما كانتش موجودة. مش عايزة ستار، عايزة ابقى حاجة حلوة الناس بيقولوا الله. ايه دي وانتي معدية. عارفة كنا بنخاف احنا من الرهبات انا كمان المدرسة. كنت في مدرسة رهبات. ساكريكور قلب انا كان المقدس. مردجو. طب يعني دلوقتي بنكتشف معقولة. تخيلي. طبعا وكانوا الرهبات، انتي عارفة الرهبات، عارفة تك والشراب لون البتاع وكده يعني. فدول ان هم يبصوا ويضحكوا وتبقي انتي قوية في حتة وهم فاهمة، لان هم كنت بتخافي منهم. لا، ده دول اللي كانوا قاعدين ويضحكوا وبتاع. حسيت انا عايزة اعمل الاحساس ده، حاجة بحبها اعملها والناس تسقف عليها، وانا تعبي حاجة بسيطة يعني، مش بقى اعمل حاجة انا مش عايزاها. بحلم، اتخيل، ابقى عارفة بكرة هنعمل ايه على المسرح مثلا والناس تسقف. هي دي. بس انتي محظوظة انك عرفتي الحاجة اللي بتحبيها من وانتي صغيرة طبعا. وسعيتي لها. انتي عارفة انا في حالتي كنت عارفة
انا بحب ايه، بس كنت متأيدة، خفت، وما كنتش، كان عندي لازم امشي في خطة معين. الإحاطة اللي حواليكي ما شجعتكيش في ده؟ لا، الإحاطة ما كانتش كده، يعني كانوا بيشجعوا، بس مثلا باباي أنا كنت بحب أغني قوي، فكان يقول لي لا 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 لا، كنت عايزة أدخل جامعة غنى، كنت عايزة، قال لي لا، أيوة، هنعمل بيزنس وبعدين نشوف. اعملي اللي عايزاه. فاتسحلت، وفي مفهوم. الآخر عملت اللي أنا ما بحبوش. طول دلوقتي عمر شخصيتك قوية، انت دلوقتي شخصية عارفة اللي هو أنا كده، وهو ده النظام، و what you see is what you get. طول عمر ده في شخصيتك لا، كنت أقوى كمان. انت عارفة ان انا بقول كده صبح ظهر ليل، انت كده كمان. لأنه انا بشوف ان انا كنت اقوى، طبعا بشوف ان الدنيا هدتنا. الدنيا، السن، الخبرة تخليكي أضعف طبعا. ده التانية دي يلا هنزل البحر. لا طب اشرحي لي ليه في بصي، وجهة ما نظر، اصل انا مش عارفة ليه، انا عارفة اني بقيت حلو، أنا بقيت اضعف. أنظر كتير قوي، خلي بالك ده في سن دلوقتي بنظر. بصي أقعد أقول والله لا، تنظير وخبرة وبتاع، وما بشتغلش فنظر أكتر بقى. ده مش عاجبني ده كده طبعا. قولي لي ايه وجهة نظرك. طيب يعني اوكي، انت بتقولي لي في الاول كنت قويه ان انا عايزه اخرج وزي ابوكي صح او كده، كلنا كنا العائلات دي، ما انا عارفه عائله غبوره اتبصل كله كان نفس ايه ده الوسط الفني، شويه صح كده والفاظ وكل حاجه شويه. ايوه صح طبعا طبعا صح. يعني. لا هعمل ده. فكنت وهمان ان انا في اداب انا في اداب فرنساوي كمان في نفس الوقت. وقلت له اني بعمل ده، بس اول سنه ما كانش يعرف، بس رحت معهد السينما، امي قوية قوي. ساعدتني. عايزه ده، هو ده يعني. انا طب هو عايزه. عمل ايه لما اكتشف؟ آم، شاف مشروع التخرج، عرف تاني سنة وابتدى طبعا يقول لأمي انت وديتيها في بؤرة فساد، فاكرة الجملة بؤرة فساد بجد. فكنت دايما اقول له يعني بابا هنا زي هنا، لا بس دي ما اعرفش، والبؤرة علشان عليها السبوت وعليها انت عارفه يعني في كل مكان في ده. و... ولما عرف قال لي ده انت طلعتي مخرجة شاطرة. هو كان عنده الأنا بتاعته كده، ما يعترفش انه غلط. بس هو ده اعترافه، دي طريقة اعترافه انه كان غلط. ودي لوحدها خلاص، دي انا طبعا. جامده. وكان في الجامعه الامريكيه بقدم المشاريع، عشان كده اما قدمت حاجات الصغيره كانت برضو في الجامعه، فافتكرت يعني. فالمهم، ايه اللي ضعفني؟ انت عارفه يعني بنمر بحاجات، بتخلفي، بتتورطي باهلك، بيحصل لهم حاجات، بيبعدوا صح. بيحصل لك لايف. بس كده اللايف دي تضعف طبعا. دي ما طلعت بتضعف بنت الايه. بنت الايه. فلو انتي، هو دي بقى القوة الحقيقية. قوتنا واحنا صغيرين عبط، يعني بقولك زي انا هنزل البحر ما يهمنيش، صح، وحتى مش بعرف اعوم، هيحصل ايه؟ حاجة اغرق هعرف ان انا كنت هغرق. فانتي زمان بتشمري، زي يقولك دايما كان شكسبير ولا حد يعني، الطفل لما يطلع على المسرح مش بيطلع ويقعد يتكلم كده ما يهموش حاجة، هو لسه ما عندوش الخوف ان هيواجه ناس ويقول، فبيطلع الوعي ده، مفيش الوعي الوعي ده. بالظبط. عارفة فيطلع. قوتنا دلوقتي في ايه؟ انا او انتي او اي حد تاني، انه مهما الحياة بتعمل ونحس ان احنا اضعف، بس بنرجع نقف تاني. ما دي القوة الرهيبة بالظبط. بنقع بس بنرجع نقف تاني. ما باليد حيلة، لازم ترجعي تقفي تاني. لا بس مش كل حد مش كل. بيقدر. عشان فاهمة كده قصدي؟ طبعا، عشان كده نفسيا دكاترة، شغلانات بالدكاترة طبعا. النفسيين دي بقت therapy is a way of living طبعا اليومين دول. صح صح. فكونك تقدري تعدي ده، هي دي القوة. لكن ان انا ابقى قوية وادخل ريسك لا، بدليل ان انا قاعدة كام سنة ما بعملش فيلم لاني مش قوية، مش يعني مش قادرة اتخيل ان الفيلم ما يعجبش حد. انا جايالك في ما انا دي بقى. عارفة ما انا بحاول. انا جايالك. سمعتك في انترفيو بتقولي انه انت بقى كنتي صغيره وعارفه ان انت بتحبي المسرح وكده، بس كنتي لسه مش عارفه عايزه تبقي ممثله ولا مخرجه. وبعدين قلتي لا، انا هبقى مخرجه وهخش الاخراج عشان الممثلين لما عجز وبتاع وكده. دي الحكمه يا دينا، بس انا كنت هموت امثل طبعا. طب قولي لي بقى، بتخافي انك تعجزي؟ بخاف ما اقدرش، فاهمه يعني. بخاف لما دلوقتي احس ركبتي وجعاني، ايه الكلام ده، هنهزر فيقول لك اصل عندي يمكن خشونه، ويمكن ايه العب يعني، فاهمه الحاجات اللي بتسمعي عنها دي خشونه يعني عارفه. حصل ندم انك ما مثلتيش؟ اصلك لا قمر اهو. لا يا ستي، يعني لا احنا بنكبر ما كانش وستات. الحلاوه يا دينا، لا كنت بموت في الحكايه دي. وبعدين انا المسرح، فانا المسرح كنت بمثل، فكنت بحب.
بس عوضتها في كل الممثلين اللي معايا، بمثل لهم كل الحاجات فعلا. فبتبسط، فبقيت اعمل ادوار كتير. مش ندمانه لاني ما كنتش هخلي قوي حد يتحكم فيا، وفي نفس الوقت العجز هيبان اكتر. يعني دلوقتي انترفيو فتلاقيها هنا، لا مش مشكله، فاهمه، حلقه. لكن تخيلي انت في السبوت، مش هخاف انه شكلي يبقى كده، بس نفسيا ومشاعر اكيد بتضايق. انت فاهمه الفنانات لما بيكبروا مش بس سهلة. الفنانات، الستات مش سهل، لانه في دايما بنقول ان الستات عليهم ضغط معين ان يفضل شكلهم حلو ومخلين بالهم على نفسهم، والناس متسامحه شويه اكتر مع الراجل عن الست في الحته دي. مش متسامحه، بس هو مثلا هتلاقي جورج كلوني، تلاقيه ما شاء الله يفضل حلو. صح. ليه؟ ما احنا حلو، ما احنا حلوين اهو، انت زي القمر اهو. لا يعني يفضل، ولسه بتلاقي نفضل. بقى مش عايزه اقول الخواجات، ولا واحده زي ايزابيلا روسولين اللي كانت بتعمل لانكام مثلا، اوكي، بروك تشيلدز، مش دول الامارات؟ طب لو انا كنت هعمل حاجه، ما هو يعني مفيش احلى من كده، فهمتي؟ فبرضو بحب اللي تعمل حاجات، نعمل حاجات نبقى احلى ونفضل تمام. بس ان انا اغير، طب ما انا هغير ده، طب ده هيحصل فيه ايه؟ صح. فالتناسق ده مهم. فهم انا معاكي، الحقيقه دي لعبتهم. بقول لك بتاعه لانقام، هي وجه لانقام في الحلاوه. فلما هي عندها 70 سنه دلوقتي ما عملتش نقطه بوتوكس، دي القوه. دي القوه. فبتقولي لي طبعا ضعاف، طبعا عايزين نبان كذا، ويا خبر ايه الكرمشه ده، وانا طبعا. طب رجعيني بقى لعصر القوة اللي كنتي حاسة فيه انك قوية جدا، كنتي بتحلمي أحلام كبيرة، وأول مشروع ليكي كنتي عايزة أحمد زكي. صح، أول فيلم طويل. أول فيلم طويل يو تارجتد أحمد زكي. لا يعني اللي هو أنا داخلة على الوحش، ولو مش هو يبقى عمر الشريف، عارفة كده. بجد الثقة بقى، كلميني على الثقة دي، كنتي القوة والثقة دي كنتي جايباها منين؟ ما هو ده اللي بقولك عليها دينا، ان انت تبقي بتعملي حاجة بتحبيها، هتبقي نمرة واحد. ده اللي نفسي قوي في مصر يعرفوا الناس، كل واحد هو عاوز يعمل ايه، مش بهزر. بره يمكن في طرق بتساعدك، يعني في طرق بتساعد الأطفال، يقولوا الله انت موهوب في دي، تعالى. احنا مبقناش فاضيين ولا المدرسين، فاهمة؟ حلو قوي انه حد ياخد باله، الله انت شاطر في دي. كان عندنا سباك بجد، تقريبا كنت بحبه من طرفه، يعني حاجه والله بجد. بصي كان بيسموه الدكتور جاي، يعني هو دكتور نجيب، هو اسمه نجيب على فكره. ونجيب ده لما يجي العماره، اللي عنده محبس، اللي عنده، ويجي وقمر وفله وبسجاره عامله ازاي، فاكره شكله لحد دلوقتي، عينيه خضره كده بشعر. ده الدكتور بتاع السباكه. فيجي فتبقى انت ده بالنسبه لك ايه ده، لانه شاطر في شغلته، بيحب شغلته. فبقولك سباك ان شاء الله بيشتغل ايه، فعمر ما كان الشغل عيب، ولا هو اللي بيدي قيمه لشغله. 1,000,000%. دي بموت فيها، فاهمه؟ فهي دي القوه، ان انا الاماره، انا عارفه ان انا احمد زكي يبقى كسبان لو جه اشتغل معايا، فاهمه؟ مش عشان انا ولا بحب شغلي وشاطره في شغلي وعندي ثقه في نفسي، وهطلعك احلى حاجه، انا عايزه اطلعك احلى حاجه، فاهمه؟ فدي هي دي الثقه. بس القوه جايه من ثقتك انك تعملي حاجه حلوه، مش غرور خالص. لا وسوري، والقوه دي معاها خوف رهيب. ما انا بقى جايلك في دي. بيجيلك اوقات تو سيلف داوت، تشكي في قدراتك. ما هو انا بقالي 10 سنين اهو. ليه؟ مش شاكه، خايفه، عايزه اعمل احلى حاجه، وعايزه البرفكشن فده برضو غلط. انتي بيرفكشنست. بحاول بس انا ابعد مما يكون. بس انتي عارفه انك لازم ترجعي، يعني خلاص وصيه امي لازم. صح طبعا يعني اصله طبعا لانه خساره، فاهمه؟ صح يعني لا مش بس خساره، ما شفناها وعارفين، هقعد اتفرج عشان لا. خايفه؟ لا معاكي حق خلاص. وبعدين مش الستات اللي زينا لا اللي يخافوا فيقفوا، نخاف ونرمي روحنا في البحر ونتعلم نعوم. صح. وكأني عايزة الفيلم اللي جاي يبقى آخر فيلم، وده غلط، فاهمة؟ يعني تقول الله اللي جاي ده عايزة أطلع فيه كل حاجة، لا مش صح، ما أعمل. طب أسألك حاجة، بتساعدي نفسك إزاي عشان تتخطي ده دلوقتي في المرحلة دي اللي احنا عايشين؟ إيه اللي بتعمليه النهاردة عشان ترجعي ساندرا تاني؟ أتحاط بناس أمين عليا، دي أهم حاجة.
اتحط بناس تقول لي حرام عليك اعملي ده وانا مش عبيطه بسمعهم بجد من قلبي يعني، اتحط بيهم بس ما عنديش حاجه تاني. تخيلي. تفتكري الأمومة أثرت على الشغل؟ لا كانت حجه، لان ممكن تقولي هي 2 3 4 فاهمه، مش 10. فهي كانت حجه كده، حجه ان انا مش عايزه، فبتتاملي. وبقول لك حلو قوي التنظير ده، الفيلم ده مش حلو، لا ده سهل قوي. سهل قوي الانتقاد. اوه يا هو خبر، في أسهل من كده؟ دي تجنن. عشان كده تلاقي اللي بينتقدوا ويكتبوا على فاهمه ايه السوشيال الشغلانة اللذيذة دي؟ دي تجنن. والعيال اللي قاعده ما بتعملش حاجه، هي على الشاشه وتنتقد تنتقد. أنا عايشين كده دلوقتي. وتخيلي الانتقاد ده ممكن يحطم بني ادم وهو قاعد. ما فاهمة؟ احنا ده اللي بنتعلمه دلوقتي. عشان أنا جديدة في الموضوع ده، فعمري ما كنت بتعرض لهذا الكم من الانتقاد. وزي ما بتقولي تلاقي واحد قاعد ورا سكرين بس ما كده، بيعملش ما بيعملش حاجه، متنمر. متنمر. طيب ما هو سؤالي هو أنا هخلي واحد متنمر ما يعرفنيش يوقف لي حياتي؟ لا طبعا. ولا حتى يضايقني. فابتديت أتعلم إن أنا أخلي جلدي سميك شوية. بصي لازم، وانا دي رايي تجيبي حد يعني تستضيفيه يعلمنا ازاي، مش هزار. لانه ان انت ما تتاثريش دي مش اتعرضتي لده؟ اتعرضتي لتنمر؟ يعني تنمر اكيد، يعني اكيد. هل مثلا عملتي فيلم أو حاجة؟ أصل أنتي عملتي أفلام عظيمة برضو. يعني ملاكي اسكندرية بالنسبة لي كان لا فيلم عمل تغيير في الأفلام في مصر. حتى في ملاكي لقيت كان في واحد نقد كده وما كانش تمام، هو شخصية مش تمام بس مش مهم. وكنت بجد بدور لو هو فعلا ليه حق في حاجة. تخيلي. لا يعني تخيلي. يعني انتي فعلا بتسمعي كل نقد؟ كنت بسمع وبعمل نفسي مش سامعة لحد ما خلاص بقى. جالي الإحساس ده عشان كنت زيك برضو. أنا حساسة على فكرة. أنا عارفة إن ده ما بيبانش بس أنا حساسة وبتأثر. في وقت من الأوقات قلت إيه ده، أنا ليه مستنية إن أنا أخد قيمتي من اللي حواليا؟ وعلى فكرة يعني حتى في حالتك إنه هيقولوا الفيلم ده حلو ولا وحش، فأنا خايفة يطلع حلو ولا وحش ولا رأيهم إيه. إحنا ليه أصلاً؟ عشان علمونا إن لو أنا شاطرة في شغلي يبقى أنا ليا قيمة. علموني لو أنتي شكلك حلو يبقى لك قيمة، لو أنتي ساكنة في الزمالك يبقى لك قيمة، لو أنتي جوزك مش عارفة مين يبقى لك قيمة. هو إحنا ليه مستنيين ناخد قيمتنا من الناس ورأيهم والحاجات دي؟ ليه ما بناخدش قيمتنا؟ وبقولها كل يوم، ليه ما بناخدش قيمتنا من جوانا؟ من طباعنا، من أخلاقنا، من طريقة تعاملنا مع الناس، من اللي احنا بنديه لعيالنا والمساعدة اللي بنساعدها للغريب وللقريب. ليه ما بناخدش قيمتنا من ده؟ عشان للأسف انتي في مجتمع ما كانش ده قوي، يعني دايما همه بالظبط مظاهر. بس همه. لما بيبقى عندنا الوعي ده ساندرا، والتربية دي، ما انت عشان جاية من بيت ايه، والتربية دي اللي مهم، ودي اللي انا رأيي اللي لازم الناس تركز فيها. الناس انت بتتكلمي في حتة والناس دلوقتي بتقعدي معاها اقول لك هو انت ساكن فين ورايح فين والكومباوند. اول سؤال انت بتشتغل فين وساكن فين واني كومباوند وفين في الساحل. كأن هو ده اللي هيدي للبني ادم قيمة. وكأن الحاجات دي لو مش معاكي تبتدي بقيتي تبقي ضعيفة. وانا بقيت نفسي ابقى اقوى كتير قوي من غير ولا حاجة من دي. انا عادي ممكن يبقى مش عارف، عندي كده حاجة افكر فيها، يعني كل شويه افتكر ان ابويا ساب لي ايه وامي سابت لي ايه. سابولك ايه؟ سابوني انا، فاهمه؟ سابولي نفسيتي، سابولي ان انا ابقى واثقه في نفسي، سابولي اني ابقى محدش يلوي دراعي. بجد انا بتلويش دراعي، فاهمه الكرامه دي؟ مش سابولي لا فيلا ولا قصر ولا مبلغ. فهمتي قيمتك جايه من فين؟ من جواكي. عشان كده ولا من فيلم عملتيه ولا من رأي حد. لأن لو سيبنا روحنا هتبقي أسيرة في آراء الناس. حد يطلعك فوق وحد ينزلك تحت. وأفتكر ده مفروض يكون أكبر دافع ليك إنك ترجعي. أنا ساندرا وده اللي أنا بعمله. وهيعجب شوية ناس ومش هيعجب شوية. ولو نجح هايل زي النجاحات القديمة، ولو ما نجحش هنجرب تاني. صح. فاهمة قصدي؟ فاهمة 100%. يعني معاكي حق. انت عارفة الرهينة في السينما ما كانش ناس محباه قوي زي دلوقتي. الرهينة برضو عمل شغل رهيب في السينما، ما كانش قوي، مش زي ملاكي. فكان ممكن احبطت شوية.
لما بيجي دلوقتي كأنه ايه ده وانتوا كنتوا في حاجة hit. دلوقتي بالظبط. فقصدي فعلا انا عملته، بصي اهم حاجة اعمله بإخلاص اعمله بصدق ان انا عايزة اعمله، مش بعمله الهدف ما فاهمة، لا لفلوس ولا لسلطة ولا، انا بعمله وخلاص. انا عارفة ومعاكي حق، وانا ده ضعف مني وكسل مني، ومش بقولك مش قوية زي زمان. بس مفكراني بنفسي. انتي لسه معدية بان مامتك لسه متوفية قريب. بلاش السلك ده. ادي لروحك وقت. ايوه ده اللي هو انا هقوله بصي لك. اصل ده سلك لان انتي عريان. انا حساكي برضو hard on yourself. اكيد. فاهمة قصدي أيوة. ايه؟ لا اصل ليه قلت لك انتي مفكراني بنفسي؟ لان انا حصل لي نفس الحكاية بالظبط، ولما عديت بده اتكسرت جدا، وقعدت كذا سنة ما بقومش في موت امي. اوكي. وبعدين بقى دخلت في مليون ألف حاجة تانية، ودخلت في مشاكل زوجية، وبعدين أبويا مات، وبعدين بنتي عيت، ووقفت كده في يوم قلت طيب نتكسر بقى خالص ولا ايه؟ مش قادرة أقوم من السرير. وفكرت روحي بيهم برضو، باللي هم سابوهم، هو لأن ده أنا بشوف إن أهم حاجة هم سابوها لي طريقة تربيتهم لينا طبعا. والمبادئ معينة. وبعدين قلت قومي وجربي، ودخلت بقى عملت البودكاست وجربت حاجات جديدة خالص، اندستري جديدة خالص. هتمشي تمشي، مش وتتبسطي هتمشي يوم بيومه، لحظة بلحظتها تتبسطي. هعمل اللي بحبه زي ما انتي هتعملي بس اللي بتحبيه. بس قصدي ما تبقيش قاسية على روحك. فاهمة قصدي ايه؟ فاهمة. لسه الدنيا الجرح لسه لسه بدري. كمان. لا وهو هيفضل خلاص يعني تمام. لا انا هتصالح مع اللحظة دي. يعني ما بقتش حتى يا دينا انه عايزة ايه ده يروح فين، ما هيروحش. هيروح لا فين؟ هو انا احب اطمنك، هو مش هيروح مش يعني. هيروح. بس هو بقى سلك العريان هو سلك كهرباء. العين بس. هتبقي مبسوطة قوي تاني. هيبان بقى. صدقيني اوكي هيبان مع بقولك. الوقت. أنا عشتها. أنا أمي كانت my best friend. يعني انت فاهمة. فاهمة قصدي؟ أنتي فاهمة. وبرضه كنت بقول أنا عمري ما هعرف أبتسم تاني، أنا عمري ما هعرف أضحك تاني من قلبي. لا ابتسمت تاني وضحكت تاني من قلبي، عملت اللي بحبه. وأخيرا معرفش إزاي صحيت من النوم وقلت أشكرك يا رب، I am exactly where I want to be. أنا في المكان اللي أنا عايزة أبقى فيه. عشان بتعملي حاجة بتحبيها. مش معناه ان انا حياتي بيرفكت خالص. اكيد لا. مين حياته بيرفكت؟ مين يعني؟ مين؟ فاهمة؟ مين؟ كلنا ابواب مغلقة. كل بيت عنده بلاوي. كل بيت. ما تفتكريهاش سهلة. وكل حد نفسه. اكيد مع بناتك كنت عايزة توريهم انت الصورة الهايلة، البيت هو بيبقى كده. فاكرة زمان في المدرسة كانوا مشاهد دايما يرسموا لنا البيت عامل كده. مفيش بيوت كده مفيش دي خالص. مفيش دي خالص. ليه البيت بيبقى كده وشبابيك والعيلة السعيدة. العيلة السعيدة غريبة. كلهم أمل ماسكين ايد وعمر بعض. و2 4 صح. مفيش دي خالص. البيوت دي في أمريكا مثلا يعني مفيش. فدي مش موجودة. بس انتي بتحاولي طول الوقت توهمي ابنك وتعيشيه في اللحظة دي أو بناتك إنك دي مش لازم تبقى دي. لا هي مش لازم. على فكرة انت عارفة انا اكتشفت ايه؟ ان دي مش لازم خالص. اهم حاجة انه يحس انه محبوب بس كده. صح. الأمومة والشغل. حاسة انك قادرة تعملي بالانس، انك تبقي بتشتغلي وتبقي وانك تخلي بالك على ساندرا. بتعملي لروحك، بتحبي نفسك ازاي؟ ايه السيلف لاف اللي بتعمليه في حياتك؟ الشغل بس. هو ده. تخيلي. دي الحاجة اللي بتعمليها لنفسك. حقيقي. تخيلي. يعني ما قلتي ساندرا ايه؟ في عارفة الناس تقولك أنا كساندرا عمري ما أقول يعني الجملة دي. لا ما يعني بلاقي ده لما ناس حواليا بحبها وابقى في حتة كده ده بس. لكن بعمل لنفسي ولا حاجة. ما اعرفش. مش عايزة اقول انا مش شغلك يعني. بالنسبة لك ده هو التحقق. المنفذ. هو التكامل كده لما اجي اشتغل بجد. يعني ما يطلع حاجة والصورة واجيب الحاجة هي دي احلى لحظة. لكن غير كده ما عنديش حاجة. وحاسة ان انت عارفة تعملي بالانس بينها وبين ابنك. عملتها في الحاجات الصغيرة والحاجات اللي عملتها الملمومة. ما جربتهاش دلوقتي في فيلم كبير لما كانش موجود سليم في فيلم طويل.
بس هيبقى خلاص موجود، يعني كبر وخلاص، وهعمل البالانس. بالعكس، مرة رحت الدكتور نفساني، فكان مش عارف ايه وشغله، لي ابنك هيبقى فرحان دلوقتي وانتي قاعدة جنبه بعد 10 سنين، ولا وهو بيقول ايه ماما عملت كذا وانا لما رحت التصوير؟ 1,000,000%. بس انتي بتعملي له هو قدوة. بالظبط. فاهمة قصدي؟ واني بشتغل حاجة بحبها ويتعلم ان انا ابقى يعني فاهمة. فانا دي انا غلطانة فيها 1,000,000%. هو خلاص هو بقى يعني كبر وبيجي معايا في الإحاطة بتاعة التصوير، يعني مش مشكلة. فبقول لك هي كانت 3-4 سنين، لكن ما اقدرش اقول ان هي دي كانت الحجة بتاعتي، لا، كان خوف، بس خوف. عارفة ما تكوني بتحبي حد كده، كنت بحس انها خيانة اني اعمل اي فيلم او اي حاجة انا مش عاجباني، عايزة اعملها حلو لاني حابة الحاجة دي. وما لقيتيش لحد دلوقتي الحاجة عمري ما لقيت، حتى في الحاجات اللي عملتها، عشان الناس يقعدوا يقولوا لي ما مش عارف ايه، دول نفس. وانا كنت بدخل ملاكي اسكندريه ده مجاني، يعني ايه يعني بنعمل ايه، فاهمه؟ طول الوقت مش مكتفيه بالحاجه وحاسه. عشان كده اتغر ايه طول الوقت حاسه ان ايه الحاجات دي. مش مبروك وبلبل اول فيلم في حياتي، الناس يعني كان العرض الخاص، فالناس سقفوا وبتاع والسوكسي حلو قوي على قده، يعني ما كانش جماهيري قوي بس على قد القاعه والكده نجاح رهيب. وساندرا ومخرجه، قعدت اعيط عياط. سعادة ولا؟ لو ده اللي عاجبهم، امال ده انا جوايا حاجات احلى من كده بكتير، ايه ده، فاهمه؟ فاذا كان ده اللي عاجبهم امال لو كنت عملت اللي جوه كان هيبقى. انا احب اطمنك انتي بيرفكشنست، بحاول. انتي عايزة تعملي الحاجة بطريقة مثالية، وساعات لما بنبقى كده للمرحلة دي هو ده اللي بيتسبب في الخوف. طبعا. طب ما انا لو ما طلعتش، صح، ترجعي تقولي روحك طب وهيحصل ايه لو ما طلعتش؟ صح. مش مشكلة خالص، اللي بعده. بس انا باكد لك انك هتطلعي. هطلع خلاص بقى، فاهمة لا انا قصدي؟ هطلع، روحي طلعت. لا طبعا. انا مش قلقانه عليكي بصراحه، لانه انا عارفه انه حتى لو في مرحله الواحد حاسس انه ضعيف سنه او انه مش قادر او انه خايف، في شخصيات معينه قوتها هترجع. ما هو الاصل ايه؟ الاصل قوي. صح. يا رب. ممكن تحكي لي على آخر مشروع ليكي اللي أنا جيت اللي حضرته جيتيه. في الجامعة الأمريكية؟ هو دي بقى الحاجات اللي سليم عرف يحضرها. مش عايزة أقول سليم كتير يعني، بس قصدي إنه عرفت أشتغل ومعايا ابني. إني بعمل حاجات، وكانت ماما موجودة كانت طبعا بتساعدني في ده فكنت بعمل أوكي. هو ابليكيشن هينزل المفروض للتعليم، واسمه 5 seconds أو مدرسة أو في المدرسة، هو اسمهم في المدرسة بس تحت بند اسمه 5 seconds لأنه في اختيار. فهو تفاعلي، الطفل أو الأهل أو كده بيختار، هختار كده ولا كده، هروح يمين ولا شمال، هقول كده ولا كده. والمشاهد متصورة طبعا الاتنين، وبتبقى هي أول مرة في مصر أو في الشرق الأوسط يعني يعملوا التفاعلي ده. وأنا لقيت المشروع ده إيه ده اللي أنا بحلم يعني. إيه أنا اللي عايزة جابلك أعمل الفكرة؟ هم كانوا عايزين التفاعلي دي، عايزين يشوفوا العيال بيفكروا في ايه التين المراهقين كده، ايه اللي في دماغهم الولاد دول. فانا عجباني قوي التكه دي، انه من الاختيار بتعرفي انا ايه اللي في دماغي. صح. فكانت عجباني قوي دي الافكار. قلت ايه ده، طب ما انا عندي افكار كتيره قوي، كتير وكل يوم فكره، لا دي ما تنفعش فيلم، لا دي طب ما انا اطلعهم في الحكايه دي. أنا عجبتني قوي لأنه هي بتعلم قوي العيال، وبتعلم قوي الأهل كمان، وكلها يعني اللي أنا فاهمان هم 40 بالظبط 40 40 فكرة، قصه 40 قصة قصيره. وكلهم قصص قصيرة ما تتعداش 10 دقايق. صحيح. وده حلو قوي عشان العيال بتقدر تركز في ده، وسريعة وبتعلمهم، وكلها مواضيع بنعيشها كأهل وكأطفال كل يوم. صح. وخدت بالي لما جيت اتفرجت في الجامعة الأمريكية إن إحنا تارجتين كل الأعمار. كله. يعني بنتي اللي عندها 7-8 سنين ليها حاجات بتارجتها، صحيح. واللي عندها 13 سنة ليها حاجات، واللي أكبر شوية. لا أنا شفتها، أنا انبهرت جدا بالفكرة، عشان كده بقولك أنا مش عارفة أنت جبتوا الفكرة دي منين. هو التعليم كان بقولك عنده فكرة التفاعلي، واحنا صدناها اني اعمل حاجات بقى انا بحلم بيها. هتنزل إمتى؟
يا رب في يناير ان شاء الله. انا مبسوطه بيها قوي، وسليم لا. ممثل فيها، واي حد من العيله كان بيمثل، وكلهم جداد. بالظبط، مفيش مشاهير. لا، عشان تصدقيها اكتر. ومثلوا حلو قوي الحمد لله. يعني كلها ناس حتى انا ممكن اكون اعرفها سوشيالي. مبروك. مش بقولك بطلع التمثيل كله في بتطلعي بالظبط. لا انا مبسوطه بيها قوي، وبقولك كانه زي مشروع تخرجي، وبرجع يا دينا لنفس الحاله اللي ابتديت بيها، ان اعمل مشروع، اعمل حاجه انا حاسه بيها قوي، وحاجه بحبها قوي. ما انا عشان كده بقولك مش قلقانه عليكي، لانك حتى وانتي بتقولي انا عطلانه وما بعملش، بتعملي. فاهمه قصدي؟ يعني ممكن اكون بعمل حاجه مختلفه، ممكن مش بنفس الماجنتيود، مش فيلم بس لسه بعمل امباكت. وحاجات الشارع، حاجات التسجيلات بتاعت الشارع. ما نفسيش اقعد، فاهمه؟ بس كاني بهرب من دول، انها حاجات كده يعني لو نجحت قوي خلاص، فاهمه؟ ونجحت، مش فيلم، حاجات بهرب بالطريقه دي. طيب يعني احنا قاعدين النهارده، عايزاكي تقولي لي كده هشوف الفيلم الجاي امتى قدام الناس كده واحنا في DW، عشان ده كده خلاص انتي وانس وعدتي هتنزلي تعملي فيلم يا نفسي صندرا. قوي مهرجان القاهره مثلا اللي جاي يبقى فيه حاجه، يبقى مهرجان يعني القاهره اللي جاي يبقى فيه حاجه، وهنعمل ميني انترفيو انا وانتي على الفيلم اللي جاي. نعمل انترفيو كبير كمان يا رب، يعني بحلم كده خلاص، حاطه تارجت يعني، لانه يعني خلاص، فاهمه؟ الوقت بيمر، العمر بيضيع. نلحق. ساندرا يعني اولا عايزه اقول لك انت عارفه ان انا بحبك جدا جدا، وانا كمان، وانت عارفه في الجانب الشخصي. وعايزه اقول لك انه احلى حاجه في الانترفيو ده ان احنا نعرف الناس كلها اللي بيبصوا من بره وشايفين ساندرا نشأت قويه جدا جدا جدا، وحتى عليا بيتقال لي كده، لا ان احنا بنقع وبنشك في روحنا، وكلنا بيجينا وقت، عشان الناس فاكرة ان ده انا بس اللي بيحصل لي كده، انا بس اللي بشك في قدراتي، انا بس اللي ممكن اتهز وما يبقاش عندي ثقة في نفسي. وعندهم دينا طبعا مش عارفين ان كلنا بنقع في المكان ده وبنبقى موجودين فيه، وفي وقت من الاوقات بنبقى شاكين في قدراتنا وخايفين ونقف ونعطل، بس ان احنا نقدر نقوم روحنا تاني لازم، لانه يعني مفيش مفر، لازم. ونفسي اقول بجد، لو بنتكلم على الاهل والحاجات دي دينا اللي بعملها، ولما بقولك هو اهلنا سابوا لنا ايه، نفسي الاهل تفكر تسيب لعيالها ايه، مش فيلا والعربيه بجد والعقارات، لانه ده بقى شاغل الاهل بشكل رهيب، وده فاهمه قوي. نفسي قوي الناس ما تخافش، ما تفتكرش انه كل واحد يفتكر ايه ده هو ابوه ساب له ايه، بالعكس خلاه يشتغل وخلاه يبقى عايز يثبت نفسه، وده اللي نفسي عيالنا تبقى القيم والمبادئ ويشتغلوا هم، يعملوا اللي عايزينه. ليه لازم اسيب له؟ علشان اسيب لمين واعمل ايه؟ والسيره الحلوه والسمعه واللي يبقى بني ادم كويس سوي، بس كده. فبجد نفسي الاهل تفكر في ده بس، والتعليم والصحه ونبقى تمام، والستر طبعا يا خبر، والرضا الرضا دي مهمه جدا. ساندرا نورتيني، بسطتيني، وميرسي قوي انك جيتي. انا اللي ميرسي يا دينا، وانت عارفه انا ما بعملش بودكاست بس يعني انا عارفه، بس نورتي بس البودكاست. برافو عليكي ومبروك، واعملي حاجات دايما حلوه. ميرسي. ميرسي. انا دينا وده DW Live from OS.